السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت وميت. النهارده هنعمل بقى الطبيخ العادي جدا اللي بنعمله، طبيخ الشتاء الحلو ده. معانا هنا نص كيلو من الفاصوليا، متقطع طبعا ومتنضف ومغسول كويس، وقطعنا عليه بصلايه كله ني ني كده، وحطينا معلقه من السمنه وشويه من الكزبره ومعلقه صغيره من الثوم المفروم وشويه من الزيت. وبعد كده هنكون خالطين حوالي 4 طماطمات كده وسط او 3 يعني، وهنحطه عليه. وفي الحلة طبعا نقلب كله على بعضه. الفاصوليا احلى حاجة اما تبقى ني في ني، الفاصوليا الخضراء. طبعا ما ننساش رشة الفلفل الاسود. وبعد كده طبعا يعني حطيت معلقة صغيرة من السكر، ده مش ملح، انا ملحتها في الاخر خالص لما خلصت، يعني ما استوت يعني. وهنغطي عليها بقى ونسيبها في النار. معلقة السكر دي الصغيرة في اي طبيخ لازم بتفرق في الطعم، ويعني ليها فايدة كبيرة قوي بالذات مع الطماطم. معانا بقى شوية من البسلة والجزر كده متقطع يعني مع بعض، الجزر متقطع مع البسلة. وحطيت برضو معلقة من السمنة وبصلاية متقطعة ورشة كزبرة ناشفة صغيرين جدا، ورشة برضو من الفلفل الاسود. برضو انا هعمل البسلة ني في ني، وشوية من الزيت. وبرضو هكون خلطة برضو 3 طماطميات كده، دول نص كيلو بسلة برضو على جزرتين. وهنقلب برضو وهنسيبه على النار كده. ده احلى خضار تغذيه، ني في ني كده بيبقى خفيف. طبعا ما بيبقاش مسبك قوي زي ما بنسبك له، يعني البسلة والفاصوليا الخضراء لازم يبقى ني في ني، بيبقوا احسن يعني. هنا بقى معانا ديك بلدي كده نسلقه زي ما قلت لكم. النهارده بقى ايه، عامله لكم الاكل العادي جدا، الطبيخ بتاعنا بقى. وطبعا هنا بقى متنضف ومنقوع بميه وملح وليمون، وطبعا مشطوف كويس. وهنا بقى ميه السليق بتاعته حطينا بصلتين صغيرين كده مع حبهان وورق لورا وفلفل اسود، وهننزله كده في الميه لغايه طبعا ما يستوي. انا هسقي الخضار من الشوربه بتاعت الديك دي، يعني انا مش من عادتي قوي بسقي الخضار شوربه، بس النهارده هعمل كده. هنا بقى حمرنا الشعريه وحطينا معاهم شويه من الرز، وبنعمل رز بشعريه عادي جدا يعني ما فيهوش اي افتكاسات. وحطينا شويه الملح وهنسقيه بالشوربه. طبعا بنقدر الشوربه على كميه الرز، واول ما بيتشرب بنغطي عليه وبنوطي النار خالص زي الرز، اي رز عادي يعني. هنا بقى البسلة خلاص كانت استوت هي والفاصوليا. زودتها بقى شوية من الشوربة، طبعا كمان الفراخ بلدي فهتبقى حلوة جدا. ما تبقاش خفيفة قوي ولا تقيلة قوي. وبعد كده اول هتغلي غلوة وبعد كده خلاص. هنا بقى غرفنا الاكل زي ما انتم شايفين. حبيت اعمل لكم طبيخ سهل كده النهارده، ما فيهوش اي افتكاسات ولا اي حاجه، الاكل العادي بتاعنا. وهنا حمرنا الفراخ، طبعا قطعتها قبل ما احمرها. وطبعا اتمنى يكون الفيديو عجبكم. حبيت اعمل لكم بقى الطبيخ المعروف بتاعنا بتاع زمان ده. في ناس كتير ما بتعملش الاكل ده دلوقتي، حبيت كده افكركم بيه. وطبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك، وسلام عليكم وباي باي.